السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد ال21 للعبة سبيشال كيس. الريكورد دوت بتاريخ 17/4/2025. في الريكورد دوت أنا كنت ضفت 3 نقط مهمين. أول نقطة نقطة الصوت، تاني نقطة نقطة السور باورز، تالت نقطة نقطة الجرافيكس سيتنجز. الفرق بين اللعبة دلوقتي عن اللعبة في الأول إن أنت دلوقتي ممكن تسمع أصوات المشي، الجري، العربيات، صوت ضرب النار، صوت الانفجارات، صوت لو انت خلعت حاجة من مكانها. كل الحاجات دي ما في الأول ما كانش لها صوت، كان ليها إيفكت بس. يعني انت كبيرك تشوف سبارك حصلت، كبيرك تشوف بس الليزر بتاع ضرب النار وخلاص. لكن دلوقتي عملت امبلمنت للساوند سيستم في اللعبة. تاني حاجة ان انا ضفت سوبر باور اسمها تليكينيسيس. التليكينيسيس ديت ان انت بتسلكت اوبجكت زي كده، الاوبجكت دوت بتسلكته بدماغك، بيبقى طاير جنبك وممكن تحدفه من مكانه دوت لأي مكان تاني، وبي ايه بيأفكت دامج في المكان اللي هو خبطه. الفكرة ديت جات لي منين أصلا؟ كنت شفت فيديو على النت بيقول لك عشان تشوف اللعبة بتاعتك هل هي ممتعة ولا لأ، جرب تجيب كل الجيم ميكانكس بتاعت اللعبة بتاعتك وتحطهم في أوضة مقفولة، أوضة صغيرة، وحط الكاركتر معاهم، وجرب العب اللعبة ديت لربع ساعة. شوف نفسك هتزهق ولا اللعبة هتبقى ممتعة. يعني لو اللعبة فاتت فيها ربع ساعة خلاص تمام كده اللعبة هتعجب الناس. لكن لو حسيت بملل بسرعة مكملتش ربع ساعة، اعرف ان انت في حاجة ناقصة. وبالفعل اول ما عملت كده لقيت ان اغلب الجيم ميكانكس اللي انا عاملهم كانت الفايتنج والديستراكشن واللايتنج سيستم مثلا وايه تاني، السور باورز زي الوول راننج والداش والحاجات دي. كل الكلام ده لما حطيته في اوضه مقفوله كبيري فضلت العب دقيقه، بعد كده مبقاش في حاجه تانية. يعني ضربت كام عربيه، ضربت كام عسكري كان جوه الاوضه، جيت على الحيطه ونطيت. يعني اوضه مقفوله بقى، اوضه صغيره، فحسيت ان في حاجه ناقصه. وفي نفس الوقت الفيتشرز بتاعت التليكينيسيس ديت انا كنت عاملهم في بروجكت قبل كده في 2021 او 2020. الفترة دي عملت بروجكت برضه في السوبر باور بتاعت التليكينيسيس عشان انا كنت بحبها جدا. فجت في دماغي الفكرة ان انا ابتدي استعملها واعمل لها امبلمنت في اللعبة. اول ما عملت لها امبلمنت اللعبة خدت دايمنشن تاني تماما. يعني ديت مثلا ديت الميشن اللي انا وريتها لكم في الريكورد اللي فات قبل ما يبقى فيه تليكينيسيس وقبل ما يبقى فيه صوت. الميشن دلوقتي مختلفة تماما. يعني دلوقتي بقى الانفايرمنت اللي حواليك انت ممكن تستعملها فعلا عشان تكسب الليفل. يعني ديت مثلا البارل هحدفها، فرقعت تحت، فرقعت العربيات والناس اللي كانوا في الرينج بتاعها. في الاول كان لازم انزل واضربهم واحد واحد عشان من قريب يعني كميلي اتاك عشان اعرف اكسب الليفل. دلوقتي مع الصوت بتاع النار المولعة، مع صوت ضرب النار اللي خارج من الناس، صوت الرجلين بتاعت الشخص اللي بيجري، صوت الليزر اللي خارج مع الدرونز، كل الكلام ده ادى للعبة دايمنشن تاني ممتع اكتر بكتير جدا. بالذات بقى لما الميكانيكس ديت كلها تنتراكت مع بعضها. فلما ناس من الانيميز يضربوا نار فتلاقي الان بي سيز بتجري وهم بيضربوا نار ممكن يكسروا في عواميد النور او في العربيات. فتحس ان في ايه، في اكشن حاصل. اللعبه مش ستاتيك، مش بس روح اعمل واحد اتنين تلاته وخلاص واللعبه ماشياك في خط ثابت. لا، تحس ان في انتر اكشن فعلا ممكن تعمل. فالجيم بلاي ميكانيك ديت حسيتها طولت قوي في مده اللعب، حسيتها خلت اللعبه ممتعه اكتر. يعني لما حطيتها في الأوضة المقفولة وابتديت أجرب اللعبة، لأ اللعبة فعلا بقت ممتعة أكتر بكتير. بالذات لو أنت بقى إيه عامل أورجنايز للأوضة ديت وحاطط الأنميز في حتة والعربيات في حتة، وحاطط بقى الإيه الإليمنتس اللي أنا شغال عليها الفترة اللي فاتت كلها إنها تبقى كلها ديستراكشن. الطيارة ديت مثلا الجيم بلاي اللي فات، سوري الجيم بلاي اللي فات كان لازم أنط لحد عندها عشان أضربها برجلي بعد كده تفرقع. دلوقتي حدفت عليها بس الصندوق دوت ففرقعت. فانا طبعا مش هخليها بتفرقع بالسهوله دي، هتخليها مثلا محتاجه كذا اوبجكت يتحدف عليها، وفي فرق بين الهيلث بتاع الطياره والعربيه وهكذا. فاللعبه خدت دايمنشن تاني في الجيم بلاي، دايمنشن ممتع اكتر.
حاجة تانية هوريها لكم ان انا جربت اعمل ليفل كلوزد شوية في السجن دوت اللي ظهر قدامنا. الليفل كلوز ديت ان انت بس عندك السجن ده عبارة عن 3 ارياز، 2 تحت واريا فوق. الاريا اللي تحت فيها شوية حراس بيحرسوها عشان محدش يدخل في الاريا ديت، والاريا اللي فوق فيها بقى سلاح وفيها حراس تانيين وفيها زرار بيفتح لك الاريا التالتة. الاريا التالتة مقفولة بليزر، محدش يقدر يعدي من الليزر دوت ويدخلها. وانا دلوقتي بستعمل الانفايرمنت اللي حواليا عشان ايه احدفها على الانيميز فيتدمجوا او يموتوا. ولسه برضو الميلي اتاكس موجودة عادي. هروح هنا هشغل الزرار دوت هيفتح لي البوابة اللي تحت اللي هي كانت منورة بالليزر. حاولت على قد ما اقدر اخلي التليكنيسيس باور ريوزابل تشتغل على اي اوبجكت بسهولة مع الديستراكشن سيستم اللي انا كنت عامله، بدل ما تكون كاستم مع كل حاجة محتاج ان انا اعملها سكريبت. حاولت يبقى هو سكريبت واحد بيهندل موست كيسز. المكان التالت ده بقى بعد ما فتحت البوابة المفروض ان انا بخرج المسجونين دول عشان البوابة اللي ورايا. فانا بعد ما فرقعت الدرون رحت واخده وحاطه على الدرون التاني عشان اخرجه. اروح هنا هدوس على الزرار بس كده البوابة اللي ورا دي كانت مقفولة واتفتحت والمساجين يقدروا يخرجوا منها عادي. بس كده الميشن خلصت. تالت حاجة بقى مهمة عملتها هي الجرافيك سيتنجز. في الأول كان الجرافيك سيتنجز كانت ثابتة وعشان تعدلها محتاج بس تدخل على السيتنجز بتاعة يونيتي، لكن دلوقتي عملت منيو كامل تقدر انت تعدل فيه الجرافيك سيتنجز تخليها لو هاي ميديوم وكلها شغالة. يعني كل اللي موجودين في الريكورد دوت شغالين. في حاجات في يعني لسه مخطط لها انها تتعمل، هتظهر لسه. يعني هضيف لسه سيتنجز تانية للجرافيكس. النايت شادو بس هي اللي ممكن اشيلها عشان بتأفكت البرفورمانس جامد، فمش ورثت. يعني اللعبة ما تحسهاش احسن بكتير لو انت مشغل نايت شادو. فانا كده شغلت التكتشرز اصلا عالية. يعني هي اغلب التكتشرز يا 1K يا 2K حتى لو الاوبجكت صغير. فمع التكرار بتلاقي التكتشرز واخدة كتير قوي من الفي رام. كده الشادوز قللته، كده عليته، كده عليته شوية يعني. في الهاي الأول كان لو، هعليه بقى على الآخر. تاخد بالك بقى من فرق الكواليتي. الإيدجز بتاعت الجرافيكس بتاعت الديل قصدي أحسن بكتير جدا من اللي في الأول. وعشان الريكورد فحاولت أقلل الإيه التكشرز عشان ما يبقاش واخدة كتيرة من الفي رام والسي بي يو فيبقى أسرع. ومع كل انتراكشن لما بتسمع صوت الأوبجكت وهو بيفصل من مكانه بيتكسر سواء عمود نور أو أي أوبجكت بتحس ان اللعبة انتراكتيف مش ستاتيك خالص. في طبعا في اصوات لسه الليفل بتاعتها بتتظبط واصوات تانية بتتغير خالص. في صوت عربية بيقطع مثلا ده هنتشال وهكذا. بس هي اللعبة كده بقت مختلفة تماما. خدت دايمنشن مختلف عن ان انت بس بتروح بتضرب وبتمشي خلاص. ومش فاكر كنت وريتكم الفينش دوت في الجيم بلاي اللي فات ولا لأ، بس يعني هو محتاج يتعدل في الانيميشن بتاعته بالذات. وبس هو ده الريكورد بتاع النهاردة، يا رب يعجبك. سلام.